الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. افترسوا ولا تختلفوا وسد الخلل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إلهي ربي ربنا يا معبد سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حين يميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita kembali mendengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan di bulan Ramadan. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawman wa hadarana ramadana atakum ramadanu syahru barakatin yaghshakumullahu fihi fayunzilur rahmata wa yahuttul khataya wa yastajibu fihi ad-du'a yanzurullahu ta'ala ila tanafusikum fihi wa yubahi bikum malaikatahu fa'arullaha min anfusikum khairan fa inna asy-syaqiyya man hurrima fihi rahmatullahi azza wa jalla. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pada suatu hari menjelang bulan Ramadan telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan keberkahan. Pada bulan itu Allah meliputimu dengan menurunkan rahmat, menghapuskan dosa-dosa dan doa-doa dikabulkan. Allah memandang perlombaanmu pada bulan itu dan membangga-banggakanmu kepada para malaikatnya. Maka tunjukkanlah kebaikanmu pada Allah. Sesungguhnya orang yang celaka pada bulan itu adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Tabrani. Diulangi dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada satu hari menjelang bulan Ramadan telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan keberkahan. Pada bulan itu Allah akan meliputi kalian dengan menurunkan rahmat, menghapuskan dosa-dosa dan doa-doa dikabulkan. Allah memandang perlombaan kalian pada bulan itu dan membangga-banggakan kalian kepada para malaikatnya. Maka tunjukkanlah kebaikan kalian yang terbaik pada Allah. Sesungguhnya orang yang celaka pada bulan itu adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Tabrani. Faidah tanafus adalah semangat dalam bekerja untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik daripada orang lain, atau sifat berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam keluarga kami, penulis maksudnya, saya sangat bangga karena di antara kami senantiasa saling berlomba-lomba dalam menunjukkan mutiaranya. Saya menyampaikan hal ini bukan untuk berbangga-bangga, namun sebagai tahaddus bi ni'mah, mensyukuri nikmat dengan cara menyebutkannya, sehingga saya menuliskannya. Saya yang tidak memiliki keahlian ini memang tidak dapat berbuat apa-apa, namun para wanita di keluarga kami, setiap orang di antara mereka berusaha membaca Al-Quran sebanyak mungkin dibandingkan orang lain. Walaupun sibuk dengan pekerjaan rumah, mereka sempat membaca 15 sampai 20 juz setiap hari. Semoga amalan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan taufik agar dapat beramal soleh seperti mereka. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yawmin wa laylatin, ya'ni fi ramadhana, wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watan mustajabatan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan banyak ruh-ruh dari neraka di setiap siang dan malam, yakni pada bulan Ramadan, dan sesungguhnya bagi setiap muslim pada setiap siang dan malam ada satu doa yang akan dikabulkan. Hadis riwayat Bazar dari kitab At-Targhib. Diulangi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan banyak ruh-ruh dari neraka pada setiap siang dan malam pada bulan Ramadan, dan sesungguhnya bagi setiap muslim pada setiap siang dan malam ada satu doa yang dikabulkan. Hadis riwayat Bazar dari kitab At-Targhib. Faidah, selain hadis di atas terdapat hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa doa orang yang berpuasa akan diterima.
Sebuah hadis menyebutkan bahwa doa orang yang berpuasa akan diterima ketika berbuka. Namun pada umumnya pada saat itu kita sedang asyik makan sehingga mengabaikan kesempatan ini. Bahkan doa berbuka pun terlupakan. Salah satu doa berbuka puasa yang terkenal adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ketika berbuka berdoa demikian, Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'an taghfirli. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang luas yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuniku. Dalam beberapa kitab didapati bahwa Nabi SAW sering membaca doa, Ya wasi'al fadli ighfirli. Wahai engkau pemilik karunia yang luas, ampunilah aku. Masih ada beberapa doa lain yang dapat dibaca ketika berbuka puasa dan tidak ada doa khusus yang ditetapkan ketika itu. Saat berbuka adalah saat ketika doa seseorang dikabulkan. Oleh sebab itu, mohonlah keperluan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya memohon agar menyertakan saya yang hina ini dalam doa Anda. Hadis ke-6, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlumi yarfa'uha Allahu fawqal ghamami wa yuftahu laha abwabus samai wa yaqulu rabbu wa izzati la ansurannaka walau ba'da hin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan orang yang doanya tidak akan tertolak. 1. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. 2. Pemimpin yang adil. Dan 3. Orang yang dizolimi. Allah mengangkat doa mereka di atas awan. Maksudnya Allah mengangkat doa orang yang dizolimi itu di atas awan dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Dan Allah berfirman, demi kemuliaanku aku akan menolongmu walaupun pada suatu saat nanti. Hadis riwayat Ahmad. Diulangi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, ada 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak. 1. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka. 2. Pemimpin yang adil. Dan 3. Doa orang yang dizolimi. Allah mengangkat doa orang yang dizolimi itu di atas awan dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Dan Allah berfirman, demi kemuliaanku aku akan menolongmu walaupun pada suatu saat nanti. Hadis riwayat Ahmad. Faedah, dalam kitab Durul Mansur diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya apabila bulan Ramadan tiba, raut wajah Rasulullah SAW berubah. Beliau lebih memperbanyak jumlah rakaat salat sunnah dan berdoa dengan lebih tawaduk dengan rasa takut yang lebih besar pada Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat lain, beliau tidak pernah berbaring di tempat tidurnya hingga habis bulan Ramadan. Riwayat lain menyatakan bahwa pada bulan Ramadan para malaikat pemegang arash diperintahkan oleh Allah, tinggalkan ibadah kalian, aminilah doa-doa orang yang sedang berpuasa. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah keutamaan di bulan Ramadan. Insyaallah dari apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa li 'azzi min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء
اللهم الحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصل لنا شرنا كلها ولا تقلنا إلا أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم